انا هوريكي ازاي تخشي دماغ اي راجل بطريقه مرعبه لدرجه ان دماغه هتبقى غرقانه بذكريات واحداث تخصك. انا هقولك الكلام ده من تجربتي لان ده شخصيا حصل لي. قبل ما نبدا انا عاوز احذركم من حاجه، ان الموضوع ده شغال قوي لدرجه ان اتمنى انكم تستخدموه على شخص فعلا بتحبوه او معجبين بيه، مش مجرد اعجاب عادي، لان هتظلمي ناس كتير معاكي. طيب احنا هنعمل حيل نفسيه بسيطه هتخليه يتعلق بيكي. هنعملهم في 3 خطوات. اول حاجه هتعمليها هي لغه بينك وبينه، طريقه هزار معينه، تعملي له نيك نيم لذيذ ولايق عليه، تستخدمي معاه ايموجي معينه انت بتبني دايره جوه مخه تخليه كل مره يشوف او يسمع الحاجه دي بيفكر فيكي وبيربطها بيكي. ودي نفس الطريقه اللي البراندات بتستخدمها انها تحافظ على العملاء، فكأنك بتبني عالم صغير بينك وبينه. تاني حاجه هتخليه يستخدم دماغه عشانك، هو عاوز يحس ان هو مفيد مطلوب، فهتسأليه على نصايح لحاجات صغيره. مثلا هتبعتي له صوره فستان فستانين، تقولي له انت رايك البس انهي النهارده، تخليه يساعدك تختاري واحد منهم. وهيفتكر انه بيساعدك، بس اللي بيحصل انك بتخليه يستثمر وقت ومشاعر في كل حاجه بيساعدك فيها، في كل قرار صغير يقولهولك. فكل لما ساعدك في قرارات اكتر كل لما تعلق بيكي اكتر واكتر. اهلا بيكي في علم نفس الرجاله. تالت حاجه بقى، اوعي تكشفي له وتعرفيه كل حاجه عنك مره واحده. فين الفضول والتشويق اني اعرف كل حاجه عنك في اول كام يوم؟ لا، انت لازم تبقي زي الميستري بوكس كده، زي الاسكيب روم، فاهمه؟ اللي هو ايه، كل مره لازم يفتح ويدور ويكتشف الصفحه دي والصفحه اللي بعدها وهنا في ايه وبتاع، تبقي غامضه ومثيره للجدل. وده اللي بيعلق اي ولد. عاوز اقول لكم اللي انا شخصيا حصل لي كده من واحده واتشدت لها جامد، مع رغم ان في الاول ما كنتش مشدود لها اساسا. فاتمنى انك تستخدمي الحاجات دي انك تقوي حبك ما بينك وما بين شخص يستاهل وفعلا بتحبيه. تعالي يا اختي اعلمك اليوم ببلاش 4 حيل نفسية. اذا عرفتي تلعبيهم صح بتجيبي راس ازعم زلمة مين ما كان يكون، لو شو ما كان نرجسي وشايف حاله مغرور ومعقد نفسيا وفي كل العبر، بس عاجبك وبدك اياه رح تجيبيه بلهت لعندك ويصير يراكض وراكي ومش عارف كيف بده يرضيكي. اول حيلة نفسية فيهم بدك تحسسي بانه زبالة، 0 بالنسبة لك، حياتي ماشية فيك وبلاك وانت بس لوقت التسلية. والسوري مين انت اصلا وشو بدك تفوت على حياتي تعمل فيها وشو بدك تضيف لها حياتي. بدك تحسسيه بهذا الشعور. ليش؟ لانه اي رجل بيستمد قوته من عوزك لإله. الزلمه كل ما بحسك محتاجه لإله وحياتك بس مرتبطه فيه وانه انت حياتك ما بتمشي بدونه وبدك منه 1 و2 و3، وهذا كل ما شاف حاله او حاله عليكي ودعس عليكي اكثر. فعزيزتي اذا قدرتي تحسسيه بهذا الشعور اعرف انه رح يصير يطارد وراكي ويلاحق وراكي ملاحقه ويصير مش عارف كيف بده يفوت عليها لحياتك. هاي النقطه اللي بعديها، بدك تمدحيه بذكاء، بعدين تعملي انسحاب هادئ. شو يعني؟ يعني انت 100,000 وحده بتتمناك، انت بتجنن، انت كذا، انت هذا، وبعدين تصرفاتك بدها تثبت العكس. هون شو اللي صار؟ هون اشبعتي له غرور والايجو تبعه، بس بنفس الوقت ما عملتي تصرف يثبت هذا الاشي. فهو بصير هون بده يبادر، يقرب، يسوي، يعطي، عشان يقولك طب ما انت قلتي 100,000 وحده بتتمناني، طب تمنيني انت معاهم. وبصير هون ببلش مهووس فيكي، مهووس يسمع منك هذا الكلام، وبصير بده يقدم ويعطي ويسوي بس عشان يسمع منك هدول الكلمتين ويرنرن وينو. النقطة اللي بعديها، بدك تكوني حادة معه. طول لسانه عليكي، حكالك كلام طالع نازل، نظرة ما عجبتك، مزح مبطن، تمسحي فيه الأرض اللي برجلك من أولها. عزيزتي، لأنه الزلمة موته وسمه وبخاف، برج من المرة اللي ما بتخاف تخسره. كل ما حسستيه بإني أنا بالنسبة إلي أنت ولا إشي، وإنه أنا بتركك اليوم بكرة برتبط ب20 واحد غيرك، وبإنه بدك تحمد الله إنه فرصة إنك موجود بحياتي حاليا وإنت بدك تستغلها، كل ما هو دبح حاله ومسك فيكي أكتر وتعلق فيكي أكتر وصار قاتل حاله إنه هو ما يتركك بالمرة. واخر نقطة، بدك يا ستي العزيزة تكافئيه، بس نتوفة. كيف يعني اذا عمل معك اي تصرف بدك تكافئيه او تحسسيه بانك انبسطتي، بس مش بطريقة اوفر. ليش؟ عشان يحس بانه انت رضاكي وسعادتك، وانه هو يكون موجود بهاي العلاقة بده منه مجهود ولازم يبذل هذا المجهود، وانه انت مش دايما مبسوطة وراضية عنه، وانه اذا ضل قاعد وراخي حاله زي هيك ومفكر حاله انه انت مضمون تضلي بهاي العلاقة بدون ما يعمل لك ولا يقدم لك ولا شيء، فهو غلطان وواهم. فعزيزتي إذا قدرتي تطبقي هاي ال4 حيل نفسية، أوالي على اللي حيصير معاكي وبس. 4 الحوايج واش عمرك لاحظتيهم او فكرتي فيهم؟ الا توحشتي شي واحد وشحال هادي ما شفتيه وكنتي كتفكر فيه بزاف، غالبا غيحلم بيك. وبلاتي واش انا اللي غنحلم به ولا هو اللي غيشوفك في الاحلام ديالو. غريب. غريب، ولكن كتوقع. فاش تقول شي واحد اجي بغيت نسولك، او تقول ليه شنو درتي، او
كيفاش وقع لك؟ دماغو كيتصدم وكيخاف وكيبدا يتفكر الحوايج الخايبه اللي دارها مؤخرا، كيجبد كلشي خصوصا الحوايج الخايبه اللي دارها بوحدو وما شافها حتى واحد. كيتفكر كلشي وكيقول ياك ما تفضحت. الا كتبغي شي واحد سواء كان قريب او بعيد وبغيتيه دائما يتفكرك وتجي في بالو، علمو شي حاجه جديده يديرها بلي بشي حاجه. كنعقل هذه سنوات واحد السيد عطاني هذه ديال التسبيح الالكتروني، وقت ما نشوفها كنتفكرو ووقت ما نخدمها كيجي في بالي. دماغنا دائما كيربط الافعال والسلوكات ديالنا بالناس اللي تعلمناها من عندهم. الا كان شي واحد كيضحك وكيقلب عليك يشوف فيك ويبارطاجي معاك الضحكه ديالو، عرف انه مهتم بيك اكثر من الناس الاخرين وباغي يتقاسم معاك هذيك اللحظه وهذاك الاحساس زوين، ما باغي يبارطاجي مع حتى شي واحد من غيرك. وحتى انت براسك الا كنتي جالس مع مجموعه ديال الناس وفاش ضحكتوا قلبتي على شي واحد بالضبط باش تضحك وتشوف فيه وتقاسموا الضحكه بيناتكم، دونك بالنسبه لك هو انسان مفضل على بقيه الناس وكاينه شي حاجه سبيسيال. الوغ شنو هي اكثر حاجه لاحظتيها في راسك او لاحظتي انها كتوقع لك وكتعاود بزاف؟ نتلاقاو في التعليقات. دايما ابو قلقول يحب المرة اللي ما تعبره، حطوها في بالكم. هذه اللي تطير وراه وتركض وراه ما ادري شو ما يبيها. دايما اللي ما تعبره اللي تعطيه بالنعال هذه اللي يدور عليها ويركض وراها ويحبها ويبكي عليها. اما هذه المتوفرة اللي يروح ويرجع يلاقيها يا حبيبي وحشتني، هذه حبيبتي ما يحط لك قيمة هالقد. يعرف ان انت طايحة حظ وما حد يبيك وطحتي في ارابيز وهو مسوي فيك خير انه قاعد يفشل. ويا داك المديلي لاجي نقول لك واحد الحاجه مهمه، ديريها حلقه في ودنيك. سلام حبيبات، وحشتك. دوز واحد النهار اللي كان عامر بالخدمه ولكن كنت كنفكر فيك دائما. لقيت دابا واحد الوقيته باش نصيفط لك ميساج، حيت كل مره كنلقى وقيته كيخصني نصيفط لك فيها ميساج ونقول لك فيها باللي كنبغيك وكنفكر فيك وكنموت عليك. فاش نخرج ان شاء الله من الخدمه غادي نعيط لك. دوزي نهارك زوين، كنموت عليك وكنبغيك. ما كاملاش دقيقه. فهذاك اللي كيقول لك راني ما لقيتش الوقت باش نصيفط لك ميساج، عارفه يا حبيبه بلي راه غير كيكذب عليك وغير كيدوز بك الوقت. ما كاين حتى شي واحد اللي في هذا الوقت ما كيلقاش الوقت باش يصيفط ميساج. حلي داك العينين وحلي داك المخ، بارك ما تبقاي كتثقي في داك الكذاب. ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش الوقت في 2025. كنا عندنا التليفون في يدينا، بارك من الكذوب. فهمي راسك وعرفي بلي راه ماشي هذاك هو المستوى ديالك، حيت انت المستوى ديالك هو شي واحد اللي يصيفط لك ميساج في كل مره يلقى فيها شويه ديال الوقت، يستغل داك الوقت باش يهضر معاك ويعطيك القيمه اللي تستحقيها. فديري شويه ديال العز لراسك وشويه ديال القيمه باش الناس يعطيوها لك.